اشتريت جو برو 12. اول مره في حياتي اشتري جو برو. يا لهوي كل دي دبابيس. طبعا يا جماعه انا جايبها من كريم ستورز، بس عايز اطمن الاول بس ان هي جو برو 12 عشان ما يكونش جاي لي حاجه غلط او كده. بعدين نتكلم، اطمن بس الاول وبعدين نتكلم. هي جو برو 12 هي مكتوب عليها 12. يا سلام. احكي لكم بقى قصه يا جماعه معلش قبل ما نفتح بس ونتفرج على الحلويات ديت. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه مش مشترك. انا عايز اشتري جو برو من اول ما كان في جو برو 9 والله يا جماعه زي ما بقول لكم. بس اللي حصل ايه، انا كنت عايز اشتري جو برو 9 من زمان. من الكلام ده بقى كان طبعا كانت نازله قبل بقى التعويم والكلام ده كله، قبل التعويم اللي هو بتاع 2022 يعني. تمام، فكنت عايز اشتريها. بعد كده قلت ايه، كان وقتها بقى ايه الاستورات اللي هو ايه كل فتره كده يعملوا تخفيضات على حاجات، ايام ما كان في حاجه اسمها تخفيض يعني. المهم فقلت طب اصبر شويه كده يتعمل عليها تخفيض ولا حاجه. قعدت اصبر 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 اصبر، فجاه تك قامت الجو برو 10 نزلت. اتفرج على اليوتيوب على مميزات الجو برو 10، الاقي الله والله مميزات جباره حاجه جميله يعني. ابص الاقيها نازله غاليه شويه، طب ما اصبر شويه اصبر شويه ترخص، لسه نازله بقى طازه هتبقى غاليه، اصبر شويه ترخص. قعدت اصبر 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 اصبر، تك حصل التعويم. كان ايامها تقريبا لسه ال11 ما نزلتش، لان هي بتنزل الريليز دايما بتاع الجو برو بيبقى في شهر 9، فكان وقتها كان لسه كنا في شهر 3 يعني وكده. السنه اللي فاتت كان لسه ما جاش، كان لسه بادئ موضوع التعويم. اول ما جه موضوع التعويم تلاقيت لك هوب الجو برو رفعه جامده، رفعه بنت لذينه يعني. فقلت طب بقول ايه، اما اصبر تنزل ال11 بقى. والله كل شويه اجل. نزلت ال11، الله ده جميله. يعني ده يعني حاجه مميزات جباره يعني والله. طيب اشتري بقى يا عم فادي. لا لسه شويه، استنى شويه عشان جايز الحاجه ترخص. فبعد كده لقيت الحاجه عماله تغلى اكتر اكتر اكتر، فقلت الله طب ما اشتري بقى، ما هي مميزات حلوه. قلت بس اصبر شويه اشوف لها مراجعات وبتاع. قبل ما شفت لها المراجعات والبتاع وكده كنا شهر 6 2023. تمام، فكنت خلاص ناوي اشتري خلاص يعني، كنت هشتري فعليا ايا كان ثمنها بقى وقتها. كانت عامله بتاع 21,000، فقلت خلاص بقى انا هشتري بقى خلاص، انا كده محتاجها. معرفش الوحي جالي فجاه كده، جه في بالي ان انا اشوف ال12 هتنزل امتى. معرفش جالي الوحي كده فجاه، ببص ايه ده يا عم الحاج، ده الريليز ديت بتاع الجو برو 12 في شهر 9 نص 9، اللي هو انا كنت هشتري الكاميرا في 6 3 شهور وهتقدم. فقلت لا طب ما استنى الجديده، بس المره دي بقى يعني نويت بقى بجد. النيه كانت انا بص يا جماعه يوم عيد ميلادي اللي هو يوم 15، تاني يوم على طول بعد عيد ميلادي ببص كده في اليوتيوب وبتاع، اكتشفت ان الكاميرا ريليزد خلاص فعليا. تمام، فقلت بس دي بقى اشوف مميزاتها واجهز نفسي واشوف مراجعات كويس وبتاع قبل ما تنزل فعليا في مصر، عشان اكون جاهز اول ما تنزل اقوم طق شاري على طول. وده اللي حصل فعليا، شفت مراجعاتها والله حاجات جميله وفيها مميزات حلوه احلى من ال11 بكتير، ولكن في نفس الوقت في بعض الحاجات يعني شالوها من ال11 بس يعني مش مهم قوي، هي مميزاتها اهم يعني. تمام، المميزات اللي موجوده فيها اهم. المهم يا جماعه قعدت اراقب بقى المواقع، كريم ستورز وشمس ستورز، عشان اشوف اول موقع ينزلها اقوم تك اجيبها على طول. فاول موقع نزلها لقيته كريم ستورز نفس اليوم يا جماعه، نفس اليوم اللي نزلها فيه كنت انا شاقطها خلاص من غير ولا كلمه، على طول خدت القرار بقى بجد المره دي بقى. اشتريتها بالفيزا بس ثمنها كام؟ لسعه جامده ب 22,000 جنيه. وال11 رخصت بقى، ال11 كانت ب 21,000 بقت الوقت ب 18,500 يعني. كويس انا صبرت، لان بص الفرق بين ال11 وال12 كان هيبقى 1000 جنيه. كنت هشتري ال11 ب 21,000 وبعدها ب3 شهور تنزل الثانيه ب 22,000. الفرق مش فاهمني، فعلين المزايا حلوه يعني. بس فتعالوا نفتح بقى كده ونشوف بقى الجو برو يا جماعه. بس اشتريتها من غير الاكسسوارز لان هم لسه مش متاكدين الاكسسوارز بتاعت ال11 تنفع معاها ولا لا، فقلت اصبر شويه عشان ما اشتريش حاجه غلط يعني. البتاع ده مش المفروض يلزق، ايه ده؟ كويس بقى ان هم مدبسين الشنطه، بس هو ده كان المفروض يتلزق برضك زيادة امان يعني. ايه ده؟ العلبه متبهدله قوي كده ليه؟ ايه ده؟ العلبه طلع تاريخها، دي مصنوعه في الصين. بس عارفين ارخم حاجه ايه في الموضوع؟ ان ملهاش توكيل في مصر، ما فيش ضمان يعني. انتوا عارفين دي ضمانها قد ايه؟ هو اسبوعين اجربها، لو في مشكله يغيرها لي، بس بعد الاسبوعين خلاص ما يعرفونيش. يعني هو النظام كده، ما انا مش عارف يعني. مع ان ده حتى يعني
انا عايز اقول لكم يعني ده حتى حماية المستهلك كانوا خلوا الفترة بتاعة الاسترجاع، او لو في منتج اشتريته من مكان وفي مشكلة بيبقى في شهر. فانا مستغرب ازاي كاميرا بالثمن ده مخلين عليها ضمان اسبوعين. عاملين لي التاريخ الفاتوره من 15/10 وهي واصلاني يوم 16. المفروض كانوا يحسبوها من يوم 16. ماشي تعالوا نفتح كده ونشوف، ربنا يستر وتطلع شغاله. يعني عندي احساس ان زي ما يكون بتوع الجمارك كانوا عايزين يفتحوا العلبه بالعافيه عشان يشوفوا جواها ايه. طب ما هو باينه يعني، ما هو باينه يا جماعه. ما هو باينه الكاميرا ايه والله، ده محطوط صورتها والله. محطوط صورتها. ايوه في شريط اهو يا جماعه اهو كده. هي ربنا يستر بقى عشان انا مقلق الصراحه. ربنا يستر. اوه كوبرو بيقول لك الكاميرا must be updated before you can use it. هبدتها وهي لسه جديده، هبدتها. ده ايه ده؟ ده كابل الشحن اليو اس بي. ده كابل الشحن كابل تايب سي. طب تمام. دي والله يا جماعه ما اعرفش ده ايه يعني. ده والله انا ما اعرفش لسه يا جماعه، انا ما اعرفش ده ايه والله. ومعاها ايه دي بقى؟ الاندورو باتري. ايه ده؟ بصوا البطاريه بتاعتها نونه ازاي. اندورو باتري 1720. انجليزي ده يا جدعان. اندورو باتري. بطري. بص 1700. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. كانت هتطير. ما علينا، هي المفروض اندورو باتري 1720 بس للاسف شباب مش مكتوب عليها. تمام. طيب ودي انا مش عارف ايه الحاجات دي، بس زي ما تكون الاكسسوارز بقى والحاجات بتاعتها، لان هي بيبقى ليها مكان من تحت ان يركب فيها يا جماعه هو فين النهارده؟ عشان بقى يركب فيها الملحقات بقى والدراع الارم اللي ايوه. واو يا جماعه اول مره يبقى معاه جو برو. اول مره بكلمكم بامانه يا جماعه. اول جو برو اشتريها في حياتي. جو برو هيرو بلاك 12 يا جماعه. 12. واو. بصوا يا جماعه لونها اسود مشبح كده بالازرق. واو شكلها جميل ووزنها خفيف يعني. واو. طبعا دي شاشه تاتش سكرين، في شاشه تاتش سكرين ورا. هشيل دي كده. اوه يا جماعه. واو. وفي كمان تاتشايه تانية هنا. في شاشه من قدام ومن ورا يا جماعه. من قدام ومن ورا. يعني ماسك الكاميرا كده في وضعيه السيلفي هتشوف، من ورا هتشوف. يا سلام. ده بقى ايه ده؟ هي جايه بالماكس لينس 2. في حاجه كده يا جماعه بتركب اسمها ماكس لينس 2 بتدي وضعيه اعرض، بس معقول تكون هي جايه بيها؟ لا ده دي اللينس الكيت لينس ثابته اللي جايه. التانيه بتركب فوقها تقريبا. حتى هشوف كده هنا كاتبين انكلودد ولا لا. لا مش كاتبين. طيب خلاص معلنا. انا بس عايز اطمن ان هي شغاله. بصوا يا جماعه والله يا جماعه اول مره اجيب جو برو. انا مبسوط يعني اول مره. بصوا يا جماعه. واو والله كاتبه يا جماعه عشان جو برو. اول مره اجيب جو برو. واو شكلها تحفه. جو برو. واو. يعني تقريبا ده درج البطاريه. هي فعلا المفروض بتتفتح من هنا. ايوه هي تتشد لتحت. ايوه والبره اهي. تمام. نحط الباتري بقى. تتحط كده. شايفين يا جماعه مدخل الباتري اهي. الدنيا ضلمه جوه قوي. احط الباتري اجرب ونشوف. ايه ده معلقه ليه؟ هي دخلت الباتري. نقفل بقى. ما اشتغلت. ايه هنا حصل ايه؟ جو برو يا جماعه. جو برو. ايه ده؟ انجلش وفرنسي. مفيش عربي. انجلش وفرنسي ولغات غريبه كده والصينيه ومش عارف ايه واسبانولا وحاجات غريبه يعني. خليها يا عم انجلش يا عم.
خليها الله الله الله. باي يوزنج جو برو اي اجري تو تيرمز اوف يوز. انا مش عرفني، بيقول لك اجري وانا مش عارف ايه هي التيرمز اوف يوز، ايه التيرمز ده ولا ايه يعني. اجري يا عم انا موافق، ما انا مش معقول شارك كاميرا ومش هوافق فمش هعرف استخدمها، مش معقول يعني، مش منطقي خالص. تيرن اون كنترول كاميرا يوزنج يور فويس. ايه ده يعني ممكن الكاميرا بصوتي اتحكم فيها؟ انا لو دوست اون يبقى انا موافق ان انا اشغل التحكم بالصوت، يعني اقول لها مثلا صوري تصور لوحدها، ولا مش فاهم والله يا جماعه. فويس كنترول الست تو انجلش يا عم موافق. ايه ده الباتري 20% بس. ايه ده يعني ايه 20% باتري لايف اور 10% وين كونكتد تو باور؟ هي يعني فاضيه دلوقتي. وبعدين طب بيقول لي دخل كارت، الكارت فين؟ انا مش عارف مكانه. ايه ده يكونش نفس المكان اللي بيتحط فيه البطاريه. ايه ده الترن اوف من زرار المود ده كده انا مشغلها. ايه ده حلو، شوف انا كده مشغلها. بص بتعمل ايه هذا البتاع ده عاملينها الشريطه البيضه ده عشان نشد البطاريه. هتصدقوا صايعه بالامانه، صايعه بجد، صايعه جدا. بس احط الكارت فين والله؟ شايفين البتاع المشرشره اللي فوق دي اللي بيركب فيها الكارت، بس انا معيش كارت صغير كده، دي بيركب فيها الكارت الصغير قوي معيش، فحاليا مش هعرف بقى استخدمها الا لما اجيب لها كارت. بس المهم يعني بجد يا جماعه انا مبسوط قوي بالكاميرا، يا رب يعني تكون وشها حلو عليا كده، هعرف اعمل بيها حاجات حلوه ان شاء الله يعني.